الاهلي بيفتتح مشواره الافريقي في دور المجموعات بفوز 4-1 على شبيبه القبائل، وده الفوز الاول تاريخيا للنادي الاهلي على شبيبه القبائل. ويلا بينا نبدا بالشوط الاول. بدا الشوط الاولاني من النادي الاهلي بضغط كبير وخلق فرص لكن بدون خطوره، ولكن كان يتصيد بعض الاخطاء للاعيبه الاهلي من تمريرات خاطئه كانت بتوصل لمرتدات على مرمى النادي الاهلي من فريق شبيبه القبائل، لغايه ما تيجي الدقيقه 23 ويسجل محمد شريف الهدف الاول لكن يتلغي بداعي التسلل، وتيجي الدقيقه 25 بتمريره من زيزو لديانج في الستة ياردة ولكن يضيعها ديانج بتسديده تعلى فوق الثلاث خشبات. وكمان في الدقيقه 26 تيجي كره طويله لتريزيجيه بانفراد لكن يسددها بشكل غريب ويهدر فرصه كمان محققه للتسجيل. وتيجي الدقيقه 35 ضربه ركنيه يلعبها زيزو لتريزيجيه في النص خط الستة ويسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق الرأسية. وفي الدقيقه 38 انطلاقه من بن شرقي من الناحيه اليمين ويلعب عرضيه ارضيه قويه لمحمد شريف ويسجل منها الهدف الثاني للنادي الاهلي. وتيجي الدقيقه 42 انفراد لتريزيجيه لكن يسدد الكوره في نص المرمى ويصد ليها الحارس فريق شبيبه القبائل، وبينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 2-0. بدا الشوط الثاني بضغط برضه من النادي الاهلي وبرضه كان في شويه اخطاء. وفي الدقيقه 54 تسديده من تريزيجيه ارتو لكن تيجي في العرض. في الدقيقه 57 غلطه مشتركه ما بين ياسر ومحمد الشناوي يتسجل الهدف الاولاني في النادي الاهلي ويكون هدف عكسي. وفي الدقيقه 63 تمريره من بن شرقي لمحمد هاني ناحيه اليمين لكن يلعب عرضيه تطلع بره الملعب، كانت لو اتلعبت صح كانت ممكن يجي منها الهدف الثالث. والتبديل الاولاني في الدقيقه 64 بخروج محمد شريف ونزول محمد طاهر. وفي الدقيقه 68 تسديده من مروان عطيه لكن تعدي من جنب القائم اليمين. وفي الدقيقه 71 تسديده من تريزيجيه لكن برضه تطلع من بره الملعب. في الدقيقه 71 تسديده من تريزيجيه لكن تعدي من جوار القائم. وفي الدقيقه 72 بعد مراوغه من تريزيجيه يدي تمرير لطاهر لكن صرف بيها بأنانية ويسددها في الحارس وتطلع لضربة ركنية. وفي الدقيقة 76 يقع الشناوي للإصابة، وتيجي الدقيقة 79 يخرج الشناوي للإصابة ينزل شوبير ويخرج أحمد السيد زيزو وينزل إمام عاشور بعد غياب ده تقريبا حوالي 70 يوم. وفي الدقيقة 84 يسجل تريزيجيه الهدف الثالث بار2 في البعيدة على شمال الحارس وتسكن الشبكة. وفي الدقيقة 86 مصطفى شوبير بينقذ هدف محقق لفريق شبيبة القبائل. في الدقيقة الثالثة من الوقت الضايع بيسجل إمام عاشور هدف من خارج منطقة الجزاء بعد غياب دم لفترة طويلة. وبينتهي اللقاء بفوز النادي الأهلي 4-1 في افتتاح بطولة أفريقيا في دور المجموعات. وفي المباراة الجاية الأهلي هيواجه الجيش الملكي على ملعبه يوم الجمعة الساعة 9 بإذن الله. وصلي على النبي.